مثل هذه النماذج المصغرة لمخططات المدن والهياكل العمرانية يعرضها المهندسون لتسويق تصاميمهم ومخططاتهم. يوكل بتنفيذها مختصون بالحواسب، مختصون بالجرافيكس وال3D، وتظهر يعني عن طريق طابعات ثلاثية الأبعاد ربما بهذا الشكل، ويتقاضون أجورا بآلاف الدولارات من أجل تنفيذها. هذا الولد عبد الرقيب معنا الامبيتريا صلاحيه جاي جدي لك انا شغال غني عالم المعمارية في بلده يقول إن هدفه هو فقط الحفاظ على تلك المباني وأشكالها اليمنية، بالإضافة إلى تجميلها. يستخدم مواد وأدوات بسيطة جدا 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 من السوق المحلية وربما من غير السوق، يأخذها مخلفات ورق، كرتون، صمغ. أدواته مقص مشرط صغير يبني منها مجسمات لمباني مهمة موجودة في بلده، بعضها تعرض للدمار. المباني فيها تفاصيل وتعقيد تتطلب ذاكرة قوية ومهارة وتقنيات ومواد متنوعة. انظروا هذا التصوير بالموبايل ويبدو رائعا. على كل حال، إذا أردت أن أريكم مراحل التوضيح، مثلا هذه المراحل، هنا ترون كراتين، مجرد كراتين ومقص، يستخدم المقص والكرتونة والسكين وموهبة وصبر. قلم وألوان لكتابة أسماء المباني، وأيضا هناك بعض العلب للألوان وهو يكتب عليها أسماء المباني. لا بد من إنارة المجسمات في الليل. هذا مجسم وعليه صورته ويستحق ذلك على فكرة، والشارع أيضا منظم تتخلله خطوط تنظيم السير وكأنك في عاصمة كبرى من عواصم الكون. ما شاء الله، نافس الطلاب الهندسة المعمارية خالد الماوري. لسنا متعودين على طرق خطوط المشاة مع الدراجات الهوائية، أرى أن يتم إضافتها. على كل حال هو ينضم إلي عبر خدمة سكايب.